السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم حبايبنا وأهلنا في كل مكان. الحمد لله تعالى النهاردة الفلوج الثالث وأنا أخوكم في جولة في دمياط الجديدة. النهاردة مش أنا اللي مصور حبيبنا وصديقنا عمرو الجريتلي، ومعانا صاحبنا وأخونا عادل سرحان. سامحنا يا عمرو، الفيديو ده متصور بقاله فترة وأنا كنت مشغول للأسف، ما بعرفش أعمل فيديوهات إلا في وقت فراغي. نقطة التحرك بتاعتنا كانت الشارع اللي في ظهر كلية التربية النوعية بدمياط الجديدة. على شمالنا يا جماعة دلوقتي مكتبة الصفوة والخدمات الهندسية. المكتبة ديت بتقدر تطبع منها ورق يكون مساحته كبيرة، يعني ممكن دبل وممكن أكبر كمان. طبعا من المكتبات القليلة أوي اللي في دمياط الجديدة اللي بتتيح الخدمة دي. ودلوقتي ماشيين في الشارع اللي فيه جمعية رسالة للأعمال الخيرية. دلوقتي داخلين على الشارع اللي في نهاية شارع الصعيدي. الأول هسلم على صاحبي وليد مصطفى اللي هو صاحب محل مني الملابس الحريمي، وبعد كده نكمل طريقنا. كان في متابع سألني وقال لي هل ركوب الموتوسيكلات ليه ضرر على الجسم؟ أنا كنت قريت مقال إن ركوب الموتوسيكلات بيقوي العضلات وبيقوي العظام وبيقوي عضلة القلب، لكن التقرير ده كان بيتكلم على نقطة خطيرة جدا، ان كتر الجلوس على الموتوسيكل فترات طويلة بيأثر على المنطقة بتاعة الحوض وكل الأجهزة اللي مرتبطة بالمنطقة دي. وصلنا للشارع اللي في ظهر مسجد الأمناء اللي فيه مجموعة كبيرة جدا من المحلات، وشكل كده نسيت اقول لهم ان هسلم على صاحبي وليد الأول قبل ما نتحرك يعني. منور منور منور. وراح فين؟ لا بس ايه رايك؟ بصور كل ده. طيب الحل ايه سواء كنت بتسوق موتوسيكل او بتسوق عجله؟ الحل انك ما تقعدش فترات طويله، يعني حاول مثلا تسوق نص ساعه، تسوق ساعه وتقف تريح. وكمان المكان اللي تبقى قاعد عليه لازم يكون مستوي، ما ينفعش يكون سطح غير مستوي لان انت كده هتأثر على العمود الفقري. طب تعمل ايه؟ بتعلم؟ الجزئية الأخيرة حاول إن الكرسي اللي بتقعد عليه ما يكونش كرسي ضيق. احنا بنلف الآن من قدام نادي المستقبل الرياضي. هحاول الفترة اللي جاية على قد ما أقدر لو أنا عملت فلوجات هنجاوب على أسئلة المتابعين، ربنا كده يقدرنا ونجاوب عليهم سؤال بسؤال يعني. في سؤال تاني من متابع بيقول هل دمياط الجديدة تصلح للسكن طول العام؟ السؤال ده لو كنت سألتهولي من 10 سنين كنت هقولك بلاش، لأن يعتبر دمياط الجديدة كانت ساعتها مدينة ساحلية، يعني بتروح تقضي فيها الصيف بس يعني. أما الآن دمياط الجديدة بقت مدينة متكاملة، كل الخدمات متاحة فيها، يعني موجودة عندك فنادق، موجودة عندك هايبر ماركت، موجودة عندك قصر ثقافة، موجودة عندك نوادي رياضية، موجودة عندك مستشفيات، موجودة عندك بنوك، موجودة عندك جامعات، موجودة عندك معاهد، موجودة عندك مدارس، في شاطئ، في حديقة، يعني ما شاء الله تعالى يعتبر مدينة متكاملة مش ناقصها حاجة. احنا وصلنا الآن للتقاطع الشارع اللي فيه باب الحارة الجديد مع الطريق الدولي الساحلي. المكان ده اللي فيه منطقة المطاعم يعتبر مكان جديد، عمرو كان عايز يقعدنا فيه بس للأسف ما حصلش نصيب يعني. ايه؟ ممنوع؟ ممنوع ليه بقى؟ طب تعالى بقى نروح حته تانية. تعال. لو انت عاوز تنزل مثلا قدام شويه او في اي حته تانية انا تحت امرك. لو عايز تحت امرك ما تقلقش من حاجه. يلا. عشان بس البنزل يا باشا. كان زمان دمياط الجديدة مفيش فيها الا شارع الصعيدي بس او شارع حساب الله الكفراوي، لكن دلوقتي الوضع اتغير خالص. انت عندك دلوقتي في شوارع مشهورة جدا غير شارع الصعيدي زي شارع المحجوب، عندك شارع الصعيدي الجديد،
عندك الحي الاول اللي فيه مستشفى ازهر، عندك الحي الثاني، عندك الحي الثالث، عندك الحي الرابع، عندك الحي الخامس، عندك المنطقة الصناعية اللي مليانة مصانع، يعني فيها حوالي بتاع 600 مصنع كده. طبعا عندك مبارك ال70، عندك ال28، في اماكن كتيرة جدا يعني. كان في سؤال جالي، هل في كامباوندات في دمياط الجديدة؟ طبعا انت عندك يعتبر قرية اسمار دي كامباوند، عندك بيت وطن اللي هي منطقة بارك دمياط دي كومباوند، عندك مشروع جنة، عندك مشروع دار مصر، عندك دار مصر 1، دار مصر 2. صفحة الفيسبوك الكبيرة اللي احنا بنديرها حاليا اسمها دمياط الجديدة، واللي هسيب لكم الرابط بتاعها على الشاشة، دي اللي بيجيلي عليها الاستفسارات، لو حد عايز يسأل على حاجة، لو حد عايز يبعت منشور. قبل ما انسى يا جماعة، كان في واحد اسمه عبده، رقمه 010-939-56-837. الراجل ده كان عايز يشتغل حارس لعمارة، يعني هو معاه زوجته ومعاه اولاده. كان عايز يشتغل حارس لعمارة، فلو حد يعني محتاجه يتواصل معاه. وفي اخ تاني كده اسمه حسن العربي، ده عايز يشتغل نجار، هو نجار انتريهات وصنايعي منشار، يعني هو ساكن في دمياط الجديدة وعنده 28 سنة. رقمه 010-3344-2536. برضو اللي محتاجه يتواصل معنا. برضو يا جماعة في واحد اسمه اسلام محمد النبوي، الراجل ده محترم جدا، كان عرض خدماته، يعني لو حد معهوش فلوس ما يقدر يركب له كانيولا ببلاش، يركب له محاليل، يسحب له عينات، يديله حقن وريد، يغير على الجروح، يقيس له الضغط والسكر. هو يعتبر بيقدم خدمات التمريض المنزلي. اللي عايز يتواصل معاه الرقم بتاعه 012-710-63-591، وعنده رقم تاني 031-434-8808. كنت قريت خبر بيقول ان شاطئ دمياط الجديدة بينافس الساحل الشمالي بعد التطوير، والحقيقة يا جماعة انا مش عاجبني يعني الكلام ده، لان لسه كتير جدا 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 عقبال ما نوصل للساحل الشمالي. انت لو بصيت هتلاقي الرصيف غالبيته كله متكسر، لسه في شغل كتير يعني. هتزنقني. بس من الحاجات الجميلة اللي عجبتني في الشاطئ ان توفر لاصحاب الهمم جزء يعني من الشاطئ يبقى مجاني ليهم يعني. انا ما اعرفش طبعا، انا كنت قريت ده خبر بس ما اعرفش ده اتنفذ فعلا ولا ما اتنفذش. برضو في نقطة عايز اتكلم فيها، ان الظواهر الغريبة جدا على مجتمع دمياط الجديدة موضوع السرقات. يا جماعة دلوقتي بقت كل يوم نسمع موتوسيكل السرق، عجلة السرقت، موتوسيكل السرق، عجلة السرقت. طب يا جماعة أمنوا الأماكن كويس، ما عادش حد يسيب باب العمارة مفتوح. اركب فين؟ اغلب السرقات اللي بتحصل دي لان الناس بتستسهل اللي هي تأمن نفسها.
امن نفسك وخد بالاسباب، ولو حصل حاجه بعد كده بقى يبقى خلاص ده نصيبك، السهم اللي عليك قدام ربنا. موضوع قطع الكهرباء في المناطق الجديده ده، تحس ان الموظف اللي قاعد في الكهرباء ده ابوه ما حضنوش وهو صغير، يعني كل شويه يقول والله خلي الناس كلها تهتم بيه. حد يقول له اللي الجو حر والناس مش طايقه نفسها، والله يا عم بيدعوا عليك. اصبح مميزات الكهرباء اللي كله بيسيب الموبايلات بتاعته والاجهزه بتاعته والناس كلها تتجمع مع بعض، واول ما الكهرباء ترجع لا كنسلوا التجمع بقى، كل واحد يرجع لمكانه تاني. كان في نكته كده زمان عن المدير بتاع الكهرباء، يقول لموظف الكهرباء يقول له روح اقطع النور، يقول له اما النور قطع اصلا، يقول له طب شغله واقطعه تاني. احنا وصلنا لمرحلة ان لما تبقى قاعد فترة طويلة كده والكهرباء ما تقطعش، تقول في سرك ايه، هو انتوا مش هتخففوا الاحمال بقى ولا ايه؟ في ظل الغلا اللي احنا فيه ده يا جماعة محتاجين اللي احنا نرجع نربي تاني. الناس اللي كانت بتربي فراخ ترجع تربي يا جماعة، الناس اللي كانت بتربي حمام، الناس اللي كانت بتربي سمان. ومحدش يصدق كلام الناس اللي يقولك العلف غالي، لا زي بعضها، لا هي مش زي بعضها. حتى على ابسط الامور انت بتاكل حاجة نظيفة، بتاكل حاجة صحية. كده طالعين على الطريق الدولي تاني، ربنا يسلم. حاجات الناس لازم تاخد بالها منها قبل ما تطلع على الطريق الدولي يا جماعه، لان الطريق الدولي ما زال خطر جدا جدا جدا. اولا ما ينفعش تمشي بالراحه، انت كونك اللي انت تمشي بالراحه هي بالظبط نفس الخطوره انت تمشي بسرعه، انت بتعرقل الحركه، الناس بتتلخبط، الناس اللي جايه من بعيد بيحصل لها شلل في تفكيرها وما بتعرفش تاخد قرار. فلازم على الاقل تبقى ماشي على نفس سرعه العربيات اللي ماشيه عشان تقدر تتفاداهم وتقدر تاخد مثلا ملفك لو هتلف. النقطة التانية اللي انت ما ينفعش تتخطى السيارات الا من على الشمال، ممنوع تخطي السيارات من على اليمين. اغلب الحوادث اللي بتحصل عشان النقطة دي. النقطة التالتة يا جماعة اللي في ناس كتير جدا بتسوق بالليل وده غلط. يعني انت بتسوق بالليل واصلا معظم الشاحنات او العربيات اللي بتبقى ماشيه اصلا مش مركبه دور كافي، طب ما هو كده هيلبس فيك او انت هتلبس فيه. فحاول على قد ما تقدر ان انت تتجنب السواقه بالليل الا لو انت مضطر يعني. وربنا يا رب يسلم الجميع. ما تنسوش تعملوا يا جماعه لايك وشير واشتراك للقناه عشان يوصل لكم كل جديد، واشوفكم في فلوج جديد او فيديو جديد باذن الله تعالى.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.